ايه نعم. عندك مانع شيء؟ بعدين اذا ما سهرت القهوه وين بدي اسهر يعني؟ ما هيك؟ وليش هيك عم تحكي مثل القرفان؟ هلا ما عادت تعجبك سهرتي؟ نسيت ايام الخطبه قديش كنت تخفق لعنا مشان تسهر معي. لا ما نسيت. وهلا شو بدك مني؟ يا شاهر حط لي عقلك براسك وانسالي هالقهوه بقى. اذا بدك تروح روح سهر مو مشكله، بس مو بهالقهوه. ليش شبه القهوه؟ ليش مو عاجبتك؟ على القليله كل زباينها قبضايات وسكرتيه. قبضايات؟ قول مجرمين وقطاعين طرق ونشتريه، لك اقل واحد فيهم اخذ له حكم 5 سنين، بقى شو فوتك بيناتهم انت؟ ليش انا مو مثله؟ لا سيدي مو مثلهم، انت كل يلي انحبستن شهر زمان ظلموا تبلي مشان مخالفه صغيره، يعني لا سرقت ولا قتلت ولا نهبت. لك يا انصاف، صحيح هن كلهم محكومياتهم كبيره وفي شي منهم مقضي نص عمره بالحبس، بس بيضلوا زملائي، يعني بيضل اسمنا خريجين حبوس. وانا بصراحه بحب القعده معهم لانه السكرتيه عن حق وحقيق. يعني بتلاقي الواحد منهم خلقه براس مناخيره، وشه ما بيضحك للرغيف السخن، وايده والضرب دغري، وكل الناس بتستهابه وبتخاف منه. وان شاء الله ناوي تصير مثلهم. ليش شو ناقصني حتى ما اصير مثله؟ اسمعوا على الحكي، هلا اذا رحت لقيت لك شغله تنفعك مو احسن لك؟ شغلة القبضاي والزقرت أحسن شغلة. لك هي المصلحة بتقص المصاري قص، وكرس مالها خيرها زارية صغيرة، وعيون عم تقدح شرر، وصوت بيهدر هدر. يلا أنا ماشي. جيب لك معي شيء وأنا جاي على الطريق؟ ما بدي. شو رأيك جيب لك معي شوية عوامة؟ ما بدي بطيخ بسمر، تيسر. تصدق بالله لا إله إلا الله. ضليت هربان بالجبل 3 سنين، ما في ابن مرة بيقدر يلحقني لهنيك، عايش بين الدياب والوحوش والكواسر، بقى مين بيقدر يطولني هنيك؟ لك الدياب الجبل والفت علي، لك ايه صار يمروا من قدام مني ويكملوا طريقهم كأنهم مارقين قدام شي صخرة. الله أكبر. بتعرف اخي سطوح؟ إيه دياب الجبل بتشم ريحة الجبان من بعيد وبتهجم عليه، ايه اما القبضايات والسكرتية ما بتقرب عليهم، ما لها مصلحة. معلوم ما بتقرب لأنه عندها نظر وبتفهم وبتأدي. طيب طالما كنت قاعد بالجبل وما حدا أدى، كيف لحتى وقعت بالمصد يا أخي درغام؟ آخ يا سطوف غدر، غدر يا سطوف غدر. لا 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 على هالشغلة، لك يضرب الخسيس وعيشته يضرب. نزلت على البلد لاشتري لي شوية أغراض وشوية تتن، وتاري واحد من جماعتي مخبر علي الدواسيس والعواينية. يا الله لا يعطيه العافية. ما لاقي لك إلا 50 60 دركة صاروا حوالي، وأنا بتعرفني ما بسلم حالي بالسهل، ما بروح رخيص أنا. ولو أخي درغام أنت أبوها. وبلشت لك فيهم، بإيدي اليمين طير لك 5 6 درك، وبإيدي الثانية 5 6 درك. إيه هيك ها؟ الله محيي أصلك. بس بالأخير الكترة بتغلب الشجاعة أخي سطوف، لكن تكاتروا علي وربطوني بالزنازير. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه شو صار بعدين؟ شو صار يعني؟ رموني بالحبس ونتروني 10 سنين سجن. قضيتهم على فرد جنب وأنا عم بضحك والعب. إيه بسيطة، الحبس لرجال أخي درغام، بس بتعرف على شو ندمان؟ على شو؟ على إني ما تعرفت عليك بالحبس. تسلم يا سطوف تسلم. هات نارة لهون ولا؟ حاضر يا بضاي. ليش أنت بأنو مهجع كنت نازل؟ مهجع قتالي القتلة، بأنه مهجع بدي يكون يعني؟ أنا أساساً ما برضى بنزل إلا بهالمهجع هاي. معلوم، هذا أحسن مهجع، كله قبضايات وسقرتية وناس معدلة، بريع عليه. أهلين. مساء الخير يا شباب. أهلين شو؟ أهلين. مرحبا شباب. أهلين. هذا المحل فاضي؟ إيه ومولا ومودا هنيك هي طاولة فاضية هنيك. امشي.
باخر المطاف نقعد مع شوشو. الحق معاه، قعد لي شهر زمان بالحبس، صار بده يقعد معنا الافندي. لا بالفعل هزولات. طبعا. العاب سيدي العاب. هات كاسة شاي لهون يا ولد. ما تقول الا وصلت. يا أخي بأوروبا بيشهوك الإجرام، شو هالحكي؟ شلون؟ أخي عندهم هنيك الجريمة منظمة وكل شيء محسوب حسابه. بعدين العصابات هنيك إلها قوانين وأنظمة ما حدا بيسترجي يخالفها. لك شو هالحكي؟ مافيا فظيعة. بعدين الصغير بيحترم الكبير، وكل واحد بيشتغل شغله بدون لا يسأل ولا يكتر غلبة. الله ربي. يا هيك الشغل يا بلا. انت شوف سرقات البنوك الكبيرة كيف بتصير. بدنا 200 سنة لحتى نوصل لهالمستويات، شو هالحكي؟ هلا شو جاب لجاب؟ بدك تقارن لي عصابات اوروبا بالعصابات الهفتاني اللي عنا. يا حسرتي علينا يا صياح، كل العالم سبقتنا. بعدين وينكن؟ الكلمة هنيك بين العصابات كلمة، مثل القانون تمام. يعني إذا زعيم عصابة عطى كلمة معناها خلاص بده ينفذها ولو على قطع رقبته. يا سلام على الاخلاق، يا سلام. مو مثل عنا الحرامية والمجرمين ما عاد عندهم لا اخلاق ولا ناموس. وتصديقا لكلامك خفاش، اسمعوا على القصه اللي صارت معي، اسمعوا. هات شو سمعنا. هذا يا سيدي من سنتين عصابه ابو الليل طلبت مني شويه ذهب مسروق، وبتعرفوا انا لما بتدقر معي تاجر لي شوي بالذهب المسروق. عين العائل اخي صياح. مالك بالطويل، اتفقنا على السعر والكميه وموعد التسليم، وانا من طيبه قلبي ما قبضت حق الذهبات سلف، وما اخذت معي حدا من جماعتي على مكان التسليم. مو تاري لك الجماعه عاملين لي كمين وبدهم يشلحوني الذهبات ويطلعوني بصمه. شو هالحكي؟ يخرب بيتهم شو حرامية. ايه وقدروا عليك أخي صياح؟ لا يا موس لا، وحياة عينك ما طلع لهم معي. هجم علي اول واحد فيهم وبايده خنجر، كمشت له ايده وطقيت له اياها، وشلحت له الخنجر وبلشت اعلم على كل واحد فيهم. قلت له اركضوا لعند معلمكم ابو الليل وقولوا له لحم صياح المدحله مر وما بيتاكل، واذا اتاكل ما بينبلع، واذا انبلع ما بينهضم، واذا انهضم عفارم عليك يا صياح، مو كل طير بيتاكل لحمه. بيت اهلي. لك بيمو وين الشاي؟ لو بيطول بالك علينا شو بك عم تصرخ علينا؟ هات نارا لهون يا ولد. احلى نارا اللي معلم الخفاش. اهلين ميمو. اهلين بصياح المدحله والله. صياح بيك ولا؟ شو أخبارك شو؟ أنا اسمي شاهر مو شو. أحلى شاعر والله، أحلى شاعر. احكي لهم شاعر، احكي لهم للشباب شلون هربت من الحبس بعد ما انحكمت شهر كامل. ومين قال لك هربت؟ أنا ما هربت، قضيت محكوميتي وطلعت. ويمكن طلعوا بثلاث ارباع المده. يا اما لحم العفو. حلوه. شبك مقلوب وشك؟ عم يتمسخروا علي يا أنصاف. على الروحة وعلى الجاية بينادولي شوشو. ما على اساس انهم زملائك ومتخرج انت وياهم من حبس واحد. مزبوط، بس هن ما عم يحترموا الزمالة اللي بيناتنا. كم مرة قلت لك بعد عن هالشلة؟ ما كنت تسمع مني. رح بعد، بس مو قبل ما افرض هيبتي عليهم وورجيهم اني مثلهم وما بقل عن اي واحد فيهم. بس شلون ما بعرف، لازم لاقي طريقة. تأخرت القهوة السادة تبعي. هلا بتصل يا بضاي. تدير لشوف. هذا راسي يا بضاي. جيب واحد مي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. غير شو شلونها؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تشتغل عليا؟ ما عم اشتغل شيء لا ليش بقى؟ لاني محكوم. قال شو محكوم؟ قعد لي شهر زمان بالحبس بده يسمي حاله محكوم. لا بالفعل هزلت،
هزلت تماما يعني. المسكين بده لاحق عليه وما عم يعطوه. اهلين شو تفضلي ام عادل. يسلموا. الله يسلمك. الشكوى لله يا ام عادل، ما كان لا يسمع ولا يقنع. تقولي حاطين له شي سحر بهالقهوه، مو هيك؟ وهو الثاني الله يصلحه ويهديه، شو بده بهالعلقه؟ يعني هو قد صياح المدحله ولا الخفاش ولا الموس؟ ومنو هدول كمان؟ يعني ما بتعرفيهم؟ هدول زبونات رفقات جوزك اللي بيقعد معهم بالقهوه. وهيك اساميهم؟ هدول جماعه مجرمين وقتالين قتله ومشلحين، شو بدك تكون اساميهم يعني؟ سوسو فوفو؟ والله رعبتيني يا ام عادل. يا خوفي ورطوا شي ورطه لجوزي او يعلقوا شي علقه وسخه. لا تستبعدي شيء اختي، انصاف. هدول الجماعه بتصدق عنهم كل شيء. دخيلك يا ام عادل، شو لازم اعمل؟ لا تعملي شيء ولا على بالك، بس انتي شوفي لي ليش عم يهرب من البيت ويروح على القهوه، لانه ما حدا بيهرب من بيته بدون سبب. اساليني انا. شو قصدك؟ بعدين مين قال لك انه عم يطفش؟ لك انا الشغلات اللي عم يعملها شو بتسميها؟ ما بعرف، لكن ليش عم بسألك؟ السرداب اللي حفرته تحت الزنزانه طوله اكثر من 20 ذراع. وشلون حفرته يا حزبكو؟ بالكريك. لك ليكو الثاني ليكو قال كريك قال. شو وين قاعدين نحن برشة النافعة؟ لكام شو حفرته؟ بالمعلقة وبأظافيري هدول. ضليت عم بحفر سنتين مثل الخلد لحتى وصلت برات الحبس. كان ايه وبعدين هربت؟ لا ضليت جوا، معلوم هربت. وعلى اثر الشغله نقلوا مدير الحبس وكل طقم الدرك اللي هنيك وبدلوهم بطقم جديد. بس وينك؟ ما ضليت برا كتير، شهرين زمان ورجعت. ولو تشوفوا رفقاتي المحابيس شلون استقبلوني، الله وكيلكم الله وكيلكم، ضلت العراضات والدبكات شغاله 3 ايام. ليش؟ ليش؟ لانه فلت الحبس بغيابي. قاموا ما صدقوا لله ايمتى رجعت ومشيت لك المحابيس كلهم مثل الالف. بالفعل يا جماعة، بالسجن إذا ما في زعيم قبضاي وإله كلمة على كل المساجين بيفلت السجن وبتضيع الطاسة. يا سيدي الله بعتك رحمة لهالمساجين المقاطيع المساكين. شو هالحكي؟ الله وكيلك ما لا حبين يدي كف واحد، من اول كف انفختت طبلة اذنه، ارتبط لسانه وهروا له 3 اسنان، من بيناتهم درس العين. بري عليك أبضاي، ما بنخاف عليك بتاتا. لك وينك يا سليم؟ يلا يلا ليكني جاي. يلا حبيبتي. لو كنت عم تطبخ خروف محشي كان خلص. وينك لهلا؟ الحق معك ام عادل. لا تاخذيني، بس شو بدي اساوي؟ يعني هيك وانا عم بغلي القهوه طففت الدولة على البوتاجاز. شو؟ طففت الدولة على البوتاجاز؟ مو بيدي غصب عني ام عادل. لك بالظاهر انت ما بتفهم انت؟ كم مرة انا نبهت عليك لا تلقم الدولة وهي موجودة على الغاز. الحق بايدك، بس ولا يهمك ليفت البوتاجاز رجع انظف من اول الله الوكيل. ليش من الاول كان وسخ؟ انا بخلي بوتاجازي وسخ؟ لا لا ام عادل مو هذا القصد، روينا هلا الله يخلي لنا اكيد. شو روقينا وما روقينا هي؟ من امتى انت كنت توجه لي ملاحظات؟ مو ملاحظات انت الثانية ام عادل. ملاحظات اعوذ بالله. المهم هلا خذ مقشة وروح كنس لي ارض ديار، انا ظهري واجعني. حاضر على عيني ام عادل، بس معلش بصير كنسها بعد ما اشرب قهوتي معي؟ ما شاء الله عليك، ومن امتى كنت صاحب مراء؟ اشرب قهوتي معك. اصلا ريتها تضرب هالقهوه شو زايطه، والله كاني عم بشرب شطافه طناجر. مو انت بتحبيها خفيفه؟ حيرتيني ام عادل الله يخلي لي اياكي، يعني بساويها ثقيله بتقلي لي قولي على قامه هالقهوه كاني عم بشرب طين، بساويها خفيفه بتقلي لي شطافه غساله سايطه. احترت بامري ام عادل الله يخلي لي اياكي، على انه بربدي ارسي يعني. ولك سليم مري مالك شايف انك عم تاخذ وتعطي معي كثير؟ مين معلمك علي؟ احكي. ما حدا
ما حدا علمني عليك يا مخلوقه، وحدي ربك شو الحكي. بعدين تعال اقول لك، ليش مدينه لجارنا ابو مسعود 200 ليره بدون ما تقول لي؟ شو انا رجل كرسي بهالبيت؟ لا بس ام عادل انت بتعرفي انت ما بتعرف انه انا متخانقه انا واخته يسرق نقله للعمى؟ صحيح بجوز ام عادل، بس الزلمه كثير منيح معي، كثير عم اقول لك ام عادل. ما شو دخلنا باخته، الله يخلي لي اياكي، بعدين ليش هيك عم تعملي فيني هيك؟ ام عادل ما بجوز من الله، ما بجوز يعني. والله شيء حلو، عال وعم ترفع صوتك علي كمان. اعوذ بالله اعوذ بالله، شو ارفع صوتي بس. شوف سليم، انا ما بحب حدا يراجعني بكلامي منوب، فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت بس يعني ولا حرف. طب يا ام عادل ليش هيك انت يعني عصبيه وطبعك؟ خلصنا بقى، حمل حالك وفوت على اوضتك، نلع من خلتي. شي حلو والله، صار مين ما كان بده يستوطي حيطي. ماشي الحال ام عادل، ماشي الحال، بتأمري انت. ما بتصير، عم بقول لك ما بتصير. ليه بقى؟ واقف ولا؟ هي قهوة القبضايات؟ ايه نعم وصلت. لا ما حسرت، هي اسمها قهوة الصراصير، قهوة الجبناء والجرابيع. مين القبضايا اللي فيكم ولا؟ ها؟ لك بدي رجال واحد بس يوقف بوشي ويتحداني. لك شو بكون؟ شو بكون؟ ما في مين يتحداني؟ لك اخص عليكم من السكرتية، ما عرفتوني من وانا مو هيك؟ لك انا سوسو السفاح، سوسو يلي جاي يكسر راسكم ويورجيكم قيمتكم. على كل حال هي جلسة تعارف وفشة خلق بس، وبكره انا راجع لهون بكره، وشوفوا لي شي واحد بدها تبكي امه عليه خليه يواجهني بكره. لك شو بنا شباب؟ ليش ساكتين؟ العمى؟ من وين؟ لك ما التقى بيناتكم رجال يقوم يقدحوا كف يفك لهم يعوا ويوقفوا عند حده؟ لك صدقوني كنت رح اقوم فك نيعه، مثل ما شفتوا ما بلقى بين ايدي لوحه. وليش ما امن؟ خفت يكون معه خنجر، لانه مبين من عيونه ضريب خناجر، وهدول ضريب الخناجر انا بخاف منهم كثير. لا ما بظن انه يكون ضريب خنجر، لو كان ضريب خنجر كنت افرته من اول نظره وكنت فزيت بعت له وشه. لك شو نسيتوا انه اسمي انا الموس؟ الناس سموني هيك لانه ضربة موسي ما لها اخت، وعياره معي ضربة موس وحده ما بتتنى. ايه وليش ما قمت ورجيتنا شطارتك انت الثاني؟ ومين قال لك ما كنت راح اقوم ضرغام؟ كنت راح اقوم، بس خفت يكون معه برابيلو. وانا اللي من ايش بتخاف بهالدنيا؟ بقول لك ما بخاف غير من الجرادين وفرد البرابيلو. يخرب بيته شو غدار. لا لو كان معه برابيلو كان بين تحت وعي. لا تنغش خفاش، بجوز يكون مخبيه هون ولا هنيك، ويا سيدي بجوز يكون معه شنتياني كمان، او بجوز يكون ضريب شنقال. بعدين الزلمه مبين انه مو فارقه معه حدا، بقى شو رقمه هاد؟
يعني لو ما كان قد هالحكي اللي عم يحكيه قدامنا ما كان استرجع يفتح تمه. مين دعمه يا ترى؟ على كل حال بسيطة شباب، الله يطعمه ويجي بكرة بيكون جنى على حاله. بالفعل يا جماعة، بكرة لازم نورجيه قيمته ونوقفه عند حده. الله وكيلك يا انصاف، لك ما حدا استرجى يفتح تمه بحرف واحد. وشو السبب؟ فات فيهم باب لخم، وكل هالمراجل اللي كانوا عم يتفكروا فيها طلعت على فافوش. يعني هو قوي لهالدرجة؟ لا مو مبين عليه هيك شيء. لك الله وكيلك اذا انا هجمت عليه لاقطعه وامسح فيه الاراضي. انت بدك تهجم عليه؟ إيه اذا صياح المدحلة والخفاش وسطوف ما هجموا عليه، شلون إلك قلب تهجم عليه؟ ما بعرف، بس لو بتعرفي يا انصاف قديش تمنيت اني اقوم كسر له راسه قدام كل الموجودين. كنت ساعتها كبرت بعيونهم وصاروا يهابوني ويحترموني غصبا عنهم. وان شاء الله عمرهم ما يهابوك. كثير مضطر لهالشغله يعني؟ اي والله مضطر ولازم ورجيهم اني ذكرتوا قبضاي اكثر منهم. وهي الفرصه اجت لعندي. شو قصدك؟ ولا شيء سلامتك. الصباح رباح. يا جماعة إذا أمه لسوسو رضيانة عنه ما بيقرب على قهوة اليوم. فعلا، لأنه رح يندم على الساعة اللي بده يفوت فيها لهون. ومو بس هيك، ايه والله لا خليه يندم على الساعة اللي فتح فيها عيونه على الدنيا. لكن يا خوفي اليوم يعلق شاهر مع سوسو السفاح. منو قد سوسو السفاح كمان؟ شو صار معكم يا صراصير؟ ما طلع فيكم رجال واحد يتحداني؟ ولك أنا سوسو السفاح. عرفتوني؟ مين أنا؟ سوسو السفاح. ما سمعتكم. سوسو السفاح. ما سمعت صوتك يا صياح المزبلة. ما تحلي معلم، ما تحلي. هاي الطاولة عجبتني وبكرة بدي أقعد عليها، وإذا لقيت حدا فيكم قاعد عليها معناها هذا اللي بده يتحداني. راجعكم بكرة. فهمان يا صياح ما تحلي معلم، ما تحلي بعرضك. لا المزبلة. بأمرك. شو اللي طالعك بأنصاف الليالي؟ بعلمي انت تعبان وفتت على غرفتك لحتى تنام. صحيح حبيبتي، بس لقيت حالي ضايق خلقي، فقلت لحالي يا ولد روح سهر عند رفيقك سهرة بريئة. اتأخرت الظاهر، ما هيك روحي؟ مو مشكلة، حسابك بعدين. وانتي ولو كان هالشي مو من شغلي، لوين رايحة؟ على المقبرة. ولي على المقبرة؟ خير حبيبتي خير، شوفي ليش؟ لأنه كل ما بحط ورد وقاس على قبر أبي تاني يوم بيجي بلاقيهم مسروقين. بقى بدي روح ألطه هنيك ناح القبر لحتى أشوف هالحرامي بركي بدق بخوانيقه بقتله. صح والحق معك، بس يعني ما بعرف حبيبتي، يعني أحيانا بالمقبرة بصير هيك شغلات. مو شغلك. ايه يلا انقلع على البيت انت. ايه طيب يلا قدامي لشوف. ايه لازم تصبح على خير حبيبتي. تحرك يلا. ايوه. بدي الحقك واعرف قصتك لو رحت لاخر الدنيا.
ابو الشباب؟ ليه عم تطلع فيه؟ انا ايه انت؟ مشبه علي شيء؟ لا لا ابدا. ليش هيك عم تطلع فيني هيك عيوني؟ هيك عندك مانع شيء؟ لا 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 ابدا، خذ راحتك. ليكون ما عجبتك. لا ولو هو على عيني، انت على عيني وراسي ولو. لكان احيت ازحط لاخر الكرسي، بدي مد رجلي احيت. ايه امرك ليش لا؟ مد فرفد، مد. اذا مضايقك بقعدتي هون بقوم بمشي. لوين؟ بقعد على الكرسي اللي هنيك فاضي، ما في حدا. ما بهنيك، او اذا بدك برجع على بيتنا برجع. ولك بس بدي افهم، انت شو قصتك؟ انو قصة حبيبي؟ احكي معي منيح ولا؟ والله عم بحكي عيوني. انت ما عرفتني مو هيك؟ لا والله ما عرفتك، ما حصلنا شرف. انا من زباين قهوة القبضايات اللي حضرتك شرفتها مرتين ونفشت ريشك على الاخر، تذكرتني؟ مو كتير عيوني، لانه القاعدين كانوا كتار. ما علينا. لك شلون بالقهوة بتعمل قبضاي وزقرت وهون كلك شقفة جربوع وجبان؟ الله يسامحك، معلش، الله يسامحك. الله يسامحك؟ هذا اللي طلع معك؟ كنت متوقع تعمل لي قتلة حشك ولبك. هي عم زلك وعم يهينك، اضرب ولا؟ اضرب لك اضرب! ايه معلش. لو حكيت معي هالكلام بالقهوة كنت عملت لك اللازم، بس هون ما بقدر. وليش بقى؟ معلش، هي شغلة بتخصني إلي، معلش. طيب ملحوقة، وبكرة بنتواجه بالقهوة، ولا ليكون بطلت تجي لأني كشفتك يا خروق؟ لا ولو رح اجي، واعد الشباب والقبضايات اني اجي، ما بقدر اخلف الموعد. بس معلش ارجوك، يعني اذا بتريد اتركني هلا، اتركني. أنت اتركني، حليق لك حليق. ايه ماشي الحال، شو عليه؟ امرك احلي. يعني نويت تضربه بكره؟ مو بس بدي أضربه، بدي أمسح فيه الأرض مسح، بدي أعمله مثل الخرقة، بدي أعجنه عجن. انت متاكد انك بتقدر عليه؟ لك طبعا متأكد، قلت لك اليوم كان بين إيدي مثل الصوص. يا شاهر ما بدك هالشغله، اسمع مني، خايف يعمل معك شي ملعوب. وشو بده يعمل يعني؟ هذا بيطلع بإيده يعمل ملعوب؟ اطمني إنصاف، اطمني، بكرة رح تسمعي أخبار بتسرك. من بكرة رح صير قبضاي الحارة وذكرتي تبعها. والله لصير امشي بالعرض وارفع مناخيري للسما والله. ويا ويله، لك يا ويله اللي بده يتجرأ ويرفع راسه بوشي. بدي يخلي الكل لما يمرقوا من قدامي يطخوا ويطلعوا بالأرض. من بكرة رح صير شاهر جديد غير شاهر هذا اللي قدامك. هلا كل هذا لانك رح تضرب سوسو؟ ليش قليلة قصة سوسو؟ لك هذا سوسو الله سبحانه وتعالى بعت لي اياه ووقفه بوشي لحتى ينشلني من اللي انا فيه. والله يا خوفي بكره سوسو يعمل لك قتله حشك ولبك ويبهدلك قدام العالم اكثر ما انك مبهدل. قومي من قدامي تضربي بهالملافظ، قومي. هل يعمل لي قتله؟ حلوة. مرحبا يا بضايات. أهلا شو شيء ليكو لك شوف المجنون من قاعد. العمى هذا طقوا فيوزاته بالمرة. شو بنا شاهر؟ يعني ما حليت لك القعدة بالقهوة كلها غير على الطاولة؟ ليش شبه الطاولة؟ شو نسيت أنا طاولت سوسو السفاح؟ بلا سوسو السفاح بلا بطيخ مبسمر. اصلا انا قعدت هون قاصد لحتى اتحركش فيه وامصع له رقبته. انت؟ ايه انا اللي بدي واقف بوش السفاح ودافع عن كرامتكم.
انا اللي بدي احفظ لكم هيبتكم وهيبه الحاره وسمعتها. والقصه كلها ما بدها الا قبضاي واحد وبس يوقف بوشه، وبهالقهوه كلها ما فيها الا قبضاي واحد هو انا، والباقي كله خروق خروق. شو لا؟ ليش قاعد هون انت؟ انا بقعد بالمطرح اللي بيعجبني، واللي ما عجبه في حيط 2 3 4 ينطح راسه فيه. بس انا قلت هي طاولتي، ويلي بده يقعد عليها بيكون عم يتحداني. وانا عم اتحداك، ورجينا مرجلتك. لك انت من كل عقلك عم تحكي؟ ايه من كله، لكان من نصه. شاهدين يا جماعه؟ هو اللي حكاها بتمه، هو اللي جنى على نفسه. لك الله يصلحه ويهديه، ايش هي بده بهالشغله؟ تعال انت، مو انت، تعال انت. ايوه صياح المدحلي. ايه بأمرك معلم؟ وتعال انت وياه الصيف والموس. انا ما بتنازل وسخ ايدي بهيك واحد، عملوا له اللازم. أمرك ماشي. شباب وين جايين؟ لك شو صدقتوه؟ لك يا لا يا شوشو لا. خليني احكي لكم قصه. ما لقيت غير سوسو بيت. شو بدكم هدي يا شاطر؟ هلا انت ما اجيت على البيت؟ شو قاعد عم تعمل هون؟ انا شو فهمتك؟ قوم ولا قوم انجر قدامي على البيت لشوف. قوم اتحرك. ايه صحيح ما بتنعطى وش؟ طيب. تضرب من بين الرجال، تضرب. امشي امشي. طيب حبيبتي تحرك قدامي. لا جاهز. يلا انت جاهز. يلا لشوف على البيت. يلا قدامي. ايه وين؟ خلصيني. هون كن. يا مرايا حديث المرايا